هلو يا حلوين، اهلا بيكم في فيديو جديد. وبجد وحشتوني قد العالم ده كله. النهارده الفيديو اللي انتوا دايما بتحبوه وهو مشترياتي من باث اند بادي وركس. طبعا انا بقالي فتره كبيره في القناه ما عملتش فيديو مشتريات من باث اند بادي وركس، فانا حبيت النهارده اعمل معاكم فيديو مشترياتي وكمان اقول لكم على اللاين الجديده اللي كانت نازله واشتريت منها. وكمان الحاجات دي انا بقالي كام شهر عماله اشتري فيها وقلت اطلع اتكلم عنها في فيديو واحد، عشان كده اخدت وقت طويل ما نزلتش فيديو مشتريات على القناه. فيلا بينا نشوف جبت ايه منهم. ولو انتم مهتمين بالفيديو تابعوا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوش اللايك تحت الفيديو ده عشان تدعموني، وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. وكمان ما تنسوش تتابعوني على تيك توك وعلى الانستجرام، بنزل حاجات كتيره قوي مهمه مش بنزلها هنا على القناه. لو انتم مهتمين هسيب لكم اللينكات كلها تحت في الديسكربشن بوكس وفي اول كومنت عشان تروحوا تتابعوني هناك. ويلا بينا نبتدي مع بعض. طيب اول حاجه هنبتدي بالشنطه دي، والشنطه دي هيكون فيها اللاينز اللي نازله جديده. اول حاجه جبتها من اللاينز اللي نازله جديده هو البادي ميست ده من جانجام لاف، اسمه كده. ده كان لاين نازل جديد من نفس اللاين بتاع جانجام، بس ده اسمه جانجام لاف. ده شكله عامل كده. بجد الريحة دي من احسن الروايح اللي انا بحبها. ليه بقى؟ علشان هي بتفكرني باختي. اختي كانت بقالها فترة كبيرة قوي ما نزلتش مصر، ولما نزلت كانت بترش منها، فهي الريحة كل ما رشها الصراحة بتفكرني بيها. وريحتها صراحة منعشة وحلوة قوي 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 قوي. المهم هقول لكم المكونات اللي فيها توت احمر مسكر، وفيها فريزي متوردة وورد مرنج. كاتبين هذا العطر الرومانسي اللطيف حلو ودافئ، احمر خجلا بسعادة انه مثل الحب من اول نظرة. هو حرفيا كده. انا حاسة ان انا لما باجي رشه بحس ريحة التوت وبحس ريحة الكريز. مش عارفة ليه حاسة ريحة الكرز او الكريز داخلة فيه. هو انا حاسة ريحة فريش على ريحة فروتي شوية، يعني فواكه مع فريش كده. حاساه برضو من الروايح الفخمة شوية، يعني مش ريحة كده والسلام. هو برضو فيه ريحة ورود على فكرة. ريحته تحسوا ان داخل فيها كمان فراولة، تحسوا ان داخل فيها فانيلا، تحسوا ان داخل فيها ليمون. مش عارفه، ريحته حلوه قوي. هسيب لكم النوتس بتاعتها هنا علشان برضو لو عايزين تشوفوا النوتس بتاعتها. تاني ريحه جبتها برضو من لاينز الجديده اسمها باترفلاي. دي شكلها زي ما شايفين كده راسمين عليها فراشه، وبجد عسل قوي. المكونات اللي فيها نكتار راسبيري بتلات سوسن فانيلا متهويه. هقول لكم دلوقتي ريحتها عامله ايه. اوكي حلوين. انا حاسه ان ريحتها شويه توت على شويه برقوق، مش عارفه ليه حاسه ان فيها ريحه برقوق. حاسه برضو ان داخل فيها خشب من الاخشاب، مش عارفه ممكن يكون ايه، بس ممكن يكون مثلا خشب الصندل، مش عارفه. في ريحه تقيله كده شويه، كمان فيها ريحه فريش برضو، يعني تحسسكوا كده عارفين بالانتعاش كده، بروايح الربيع. تحسسكوا بروايح الربيع والجو ده، فاهمين؟ هو اصلا اللاين ده كان نازل في الربيع اصلا. عارفين برضو فيها ريحة من روايح المكياج. مش عارفة، حاسة بكده انه ممكن يكون داخل فيها من روايح الميك اب او المكياج او كده. بجد برضو حلوة قوي وريحتها عجبتني وجديدة عندهم، يعني مش من الروايح التقليدية عندهم. طبعا الحاجة اللي ما ينفعش اروح باث اند بادي وركس وما اجيبش منها هي الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. بس اول حاجه معانا هي انتو ذا نايت. انتو ذا نايت العشق بالنسبه لي، بجد من احسن الروايح اللي انا بحبها عندهم. عايزه اقول لكم ان طبعا مش كلنا بنتفق على ريحه معينه، في ناس بتحب الحاجه وناس تانية لا، بس انا انتو ذا نايت من معظم الناس اللي قالوا عليها ان هي حلوه. قليلين قوي اللي قالوا لا مش عاجباهم، بس معظم الناس حرفيا كانوا بيشكروا فيها. وهي فعلا حاجه من الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني قوي قوي قوي. هي ريحتها من الروائح الشرقيه اللي تحسوا ان هي برفيوم مش بادي ميست. طبعا مش كل الناس بتحب الروائح الشرقيه، انا برضو من الناس اللي ما بتحبش الروائح الشرقيه، بس انا يعني لو هحب الروائح الشرقيه احب الروائح الشرقيه اللي فيها فخامه كده، او اللي هي بتدي احساس كده ان انتي رشه برفيوم غالي او حاجه زي كده. فانتو ذا نايت بالنسبه لي هي فيها المواصفات دي، ان هي تحسوا ان انتوا راشين برفيوم غالي، تحسوا بالفخامه كده وانتوا بترشوها. وفعلا هي انتو ذا نايت زي ما هم قايلين ان هي بتترش بالليل اصلا يعني. وده شكل الازازه بتاعتهم بجد، يعني هي شكلها اصلا شيك جدا ومش محتاجه ان انا اتكلم اصلا عن جمال البرفيوم. المكونات الموجوده فيه راسبيري اسود، بتلات ورد مخملي، وباتشولي كريمي. طبعا الميكس ده رهيب.
اللي هو الراسبيري الاسود، اللي هو التوت الاسود. طبعا يعني حاجه حلوه جدا، التوت الاسود ما بيدخل في اي برفيوم اصلا بيخليه تحفه. غير كمان ان بتلات الورد المخملي تقريبا انا معظم البرفيومز اللي بحبها باجي اقرا النوتس بتاعتها بلاقي بتلات الورد المخملي دي فيها، فتقريبا بتلات الورد المخملي دي من الحاجات اللي محببه على قلبي. والباتشولي احنا عارفين طبعا ان الباتشولي لما بيدخل في اي تكوين برفيوم بيديله كده تقل كده، وبيديله فخامة، وبيديله كده يعني فايب حلوة قوي. فطبعا انا من عشق الباتشولي، اي برفيوم فيه باتشولي بعرف ان هو حاجة فخمة كده ومفيش حاجة زيها. فبالنسبة لي بجد ميكس حلو قوي وعجبني جدا جدا جدا. الحاجة اللي بعد كده جبتها هي انت ستارز، ده الازازة او الشكل الجديد منها، والغطا بتاعها كده برضو فيه برونزر زي ما انتم شايفين كده، بجد حلوة قوي. طبعا انا انزا ستارز مجرباها قبل كده. دي بقى يعني هنقول مثلا 70% من الناس حبوها والباقي لا. لان هي ريحتها شرقية خشبية بحتة، يعني ريحتها مش هقول لكم مثلا شرقية وداخل فيها معرفش فواكه وداخل فيها ايه، لا هي ريحتها خشبية قوي. هي تقريبا ريحتها خشب صندل على ريحة عود على ريحة مسك، يعني هي ميكس ما بين الحاجات الشرقي كلها. هقول لكم دلوقتي النوتس بتاعتها برضو. هي مسك وعود والصندل وتنجوليوم مسكر وخشب اغار ابيض. مش بقول لكم يعني هو ميكس ما بين الاخشاب او الحاجات الشرقيه. فهي ريحتها على فكره من اكتر الروايح اللي ثابته عند باث اند بودي وركس، هي وانتو ذا نايت. انتو ذا نايت برضو الحاجتين دول ثابتين بطريقه حلوه قوي، يعني من اكتر البودي ميستس اللي ثابته عندهم حرفيا انتو ذا نايت وان ذا ستورز. بعد كده جبت طبعا العشق بالنسبه لي يو ار ذا وان. يو ار ذا وان كده يونيك، حاجه يونيك بالنسبه لي، حاساها حاجه كده بنوتاتي وفي نفس الوقت حاجه برضو فخمه، وفي نفس الوقت حاجه فريش، وفي نفس الوقت حاجه فواكه، وفي نفس بصوا هي ميكس ما بين كل حاجه انا بحبها. بحسها ريحتها ميكس شرقي على غربي كده، اللي هو انت مش فاهمه دي ايه، مش فاهمه دي غربي ولا دي شرقي. بحسها ريحتها كده بخور على ريحة خشب، وبعدين احسها داخل معاها فراولة وفواكه وحاجة فريش. وبجد بجد من اكتر الروايح اللي ثابتة عندهم فترة طويلة جدا جدا. انا برشها الصبح بتفضل ثابتة عليا لحد بالليل، معرفش ازاي، وهو اصلا بادي ميست. معروف ان البادي ميستات بتاع باث اند بادي وركس ما بتكونش ثابتة اصلا فترة طويلة، لا ده ثابت معايا فترة طويلة جدا، وبجد بجد حلوة قوي. تعالوا اقول لكم النوتس بتاعته عبارة عن ايه. اول حاجه بتوله بيضاء، بتلات ورد مخملي. مش بقول لكم اي حاجه فيها بتلات الورد المخملي بتبقى حاجه محببه على قلبي. وكثره رحيق الفراوله، طبعا الفراوله بالنسبه لي لو موجوده في اي برفيوم لازم هجيب البرفيوم ده، لان انا من عشاق روايح الفراوله بجد. كاتبين بقى انتي واثقه من نفسك متالقه جميله، هو فعلا كده ما بترشوه بتحسوا كده بثقه في النفس كده، وتحسي ان انتي حلوه كده. طبعا لما برشه ناس كتير قوي تسالني انتي رشه ايه، حلوه قوي البرفيوم ده اسمه ايه، فبقول لكم يا جماعه هو يو ار ذا وان، برشه على طول وانا خارجه. طبعا الروايح اللي زي يو ار ذا وان ما بتترشش اصلا في البيت لان هي تقيله جدا. لو عايزين ترشوها بقى في وقت مناسبه معينه زي مثلا الانيفرساري بتاع مثلا عيد جوازك، او مثلا عاملين نايت بالليل انت وجوزك او كده، او مثلا مناسبه معينه كده، يعني هو يترش في الاوقات دي. ممكن مثلا كريسماس بالليل حاجه زي كده، هو يترش في الاوقات دي جوه البيت. لكن غير كده ما برجحش ان هو يترش جوه البيت اصلا، لانه من الحاجات التقيله جدا. هو وايه، هو والتلاتة دول، يعني التلاتة دول كده ما يترشوش في البيت. تمام. in the store into the night you are the one، دول ما يترشوش في البيت، دول بقى يترشوا بقى وانتي خارجة عشا رومانسي بالليل بتاع كده يترشوا. حاجة جبتها في الشنطة دي، وبجد العشق بالنسبة لي يا جماعة، بجد انا عارفة انا قلت العشق بالنسبة لي دي كم مرة لحد دلوقتي انا مش عارفة، بس حرفيا من الحاجات برضو ما بقدرش استغنى عنها هي a thousand wishes. دي من بدايات كده العشق، يعني اول ما ابتديت ان انا اتعمق في باث اند بادي وركس، واول ما ابتديت ان انا احبها كانت a thousand wishes و mad about you. هما الاتنين دول اللي خلوني اقع في غرام باث اند بادي وركس. انا اصلا يعني اول ما جربتهم اشتريتهم كده عشان شكل الباكجينج شدني، فما كنتش عارفه الريحه دي عباره عن ايه، وهل ريحتها حلوه ولا لا، وما اعرفش اصلا مين باث اند بادي وركس. بس لما انا جبتهم وشميتهم خلاص بقى ادمان عندي حاجه اسمها باث اند بادي وركس، لازم اي ريحه جديده تنزل اروح اجربها من عندها. هي ريحتها كده بنوتاتي، ريحتها شوجري على ريحه مثلا فواكه فروتي على ريحه سويتي تقريبا. تحسوا ان هو داخل فيها ميكس كده حلو قوي، وفي نفس الوقت مش بتجزع عن نفسي. في روايح كده سويتي او شوجري او كده بترشوها بتحسوا ان انتوا
يعني نفسكم موعت كده ومش قادرين تستحملوها. ريحتها خفيفة وفي نفس الوقت ثابتة وفي نفس الوقت ريحتها فواحة. بس فدي الحاجة اللي بعد كده انا هنشوف الشنطة التانية فيها ايه. الشنطة التانية فيها حاجات راندم، يعني مش حاجات نازلة جديدة، لا هي حاجات اوريدي كانت نازلة قبل كده وانا جبتها. يعني هتلاقوا مثلا حاجات صيفي، حاجات خريفي، حاجات ربيعي كده، هتلاقوا ايه ميكس مع بعض كده. اول حاجة معايا جبتها هي الكاكتس بلاسم. سمعت عنها ريفيوز كتيرة جدا حلوة فجبتها. طبعا انا لما رشيتها حسيت ان هي قريبة قوي من ريحة فيكتوريا سيكريت اللي اسمها فيري سكسي. بجد حسيتها قريبة قوي منها. لما جيت رشيتها لوحدها هي فيها سنة كده من ريحة فيري سكسي، ولكن هي ريحتها مختلفة عنها. مش قادرة اوصف لكم ازاي، يعني هي تحسوها كده منها، يعني تحسوها نفس الريحة وفي نفس الوقت مختلفة، مش عارفة ازاي. بس هي ريحتها ورد، ريحتها فانيلا، ريحتها حاسه فلوري على شجري. حاسه ريحتها يعني ميكس ما بين الورد وما بين الحاجات المسكره. ريحتها حلوه قوي، ريحتها فخمه برضو بالنسبه لي، من روايح الفواحه جدا، هتقعوا في غرامها يعني. ريحتها حلوه جدا. طيب الريحه اللي بعد كده جبتها وهي ريحه خريفي او شتويه، اسمها سنشوال امبر. ريحتها يعني عنبر، ده شكلها، ريحتها عنبر. بس هي ريحتها عنبر خفيف. انا مش بحب روايح العنبر قوي، مش بتبقى افضل حاجه بالنسبه لي، لان بتبقى روايح العنبر والحاجات دي تقيله على نفسي. ريحتها عنبر على ريحه برتقان، على ريحه مثلا يوسفي، على ريحه مثلا وردة عباد الشمس، حاجه زي كده يعني. حاساها ميكس ما بينهم كلهم. ريحتها خريفي جدا، بس هي ريحتها حلوه جدا، ترش في الشتاء او في الخريف، حلوه قوي. الحاجه اللي بعد كده جبتها وده الشكل القديم بتاعها، هو جابانيز شيري بلاسم. انا ما كنتش متوقعه برضو ان انا هحب شيري بلاسم، لان كنت جربت منها البادي باتر، والبادي باتر يعني مش عارفه، حسيتها ريحه عاديه كده، ممكن يعني تكون ريحه شرقيه او حاجه داخل معاها ورد. فحسيت ان البادي باتر بالنسبه لي ما حبيتهاش قوي. البادي ميست لوحده وهم. حاساها ريحتها برضو هكتب لكم النوتس بتاعت كل حاجه هنا. حاسه ريحتها ورد بلدي احمر، على ريحه كريز او كرز، على ريحه فانيلا، على ريحه مسك، على ريحه مثلا خشب الصندل او ريحه عود، حاجه كده يعني. هي ميكس ما بين برضو الشرقي والغربي. بعد كده الريحه اللي جبتها اسمها وانا مليون. سمعت ريفيوز بالهبل قوي عليها وقد ايه بيتكلموا عليها ان هي حلوه وكده، فحبيت ان انا اجرب واجيبها. فبجد عجبتني قوي، هي ريحتها فريش قوي. طبعا انا كان خوفي الوحيد منها ان هم عمالين يقولوا ريحتها جاسمين وريحتها ياسمين وريحتها مش عارفه ايه، وانا يا جماعه مش من عشاق الجاسمين. انا ما بحبش الجاسمين بيور. انا احب الجاسمين مثلا داخل معاه حاجه تانية، يعني داخل مع ورد تاني او نوع تاني من الورد او كده. لكن جاسمين بيور ده لا ما بحبهوش. ف اما جبتها حسيت ان هو جاسمين بس داخل معاه ورود تانية، نوع ورود تانية فريش كده، تحسوا ان انتوا قاعدين في حديقة مليانة بالزهور. تحسوا ان هي روايح الصيف، روايح الربيع، الحاجات دي كلها. فبجد ريحتها من الروايح اللي انا حبيتها جدا. هي قريبة قوي برضو من فريش جاردينيا، برضو من باث اند بادي وركس، الاتنين قريبين من بعض جدا. بس دي ريحة الجاسمين غالبة عليها شوية، ولكن مش جاسمين بيور، عشان بس الناس برضو ما تتخدعش ان هي يحسبوها جاسمين بيور. لا هي مش جاسمين بيور، هي جاسمين داخل معاها ورود تاني. بعد كده من الروايح برضو اللي جبتها روايح الربيعي، هي سانشاين ميموزا. ريحتها فقاعات عصير تفاح ساطع وحمضيات نضرة. احتفل بهذا العطر الرائع المستوحى من جمال الاحتفالات اليومية بهجة ميموزا مشرقة. بص انا حاسه ان ريحتها كده استوائيه، يعني الروايح الاستوائيه تحسوا ان هي فواكه استوائيه، على ريحه حمضيات، على ريحه برتقان، على موز، على جريب فروت، على الحاجات دي. يعني تحسوا ان هي ميكس ما بين الفواكه الاستوائيه كده، داخل معاها مثلا ريحه ورد او حاجه. بجد حلوه قوي وعجبتني جدا. بعد كده جبت الريحه دي اسمها بسكس بارادايس. دي شكلها هي ريحه صيفيه، هي ريحتها شويه مش عارفه، حاساها جوز هند قوي. هقول لكم دلوقتي على النوتس بتاعتها. كركديه وردي وجوافة غض وجوز هند مشمس. انطلق في رحلة إلى المناطق الاستوائية، حيث يستحضر دفء الشمس وسطوع الأزهار المذهلة. الأيام هادئة في الجنة، مرح ودافئ ومذهل. بالنسبة لي ريحتها جوز هند، شبه ات ذا بيتش برضو من باث اند بودي وركس، اللي هي ريحه ات ذا بيتش شويه جوز هند معاها مثلا ريحه بحر. ما دي ريحتها جوز هند مثلا مع ريحه فاكهه، بس ريحه جوز الهند هي اللي طاغيه عليها. بجد حلوه قوي، وبرده من الروايح اللي عجبتني جدا. من الروايح اللي جبتها برده وعجبتني قوي هي ماجيك ان ذا اير. طبعا احنا عارفين ماجيك ان ذا اير يعني غنيه عن التعريف، وناس كتيره قوي بيتكلموا عنها وقد ايه حلوه، فانا حبيت ان انا اجربها. هي ريحتها هي ريحتها ريحة فريش كده، على ريحة جوز هند، على ريحة فانيليا.
على ريحة لوز، مش عارفة، ريحتها حلوة قوي برضو. النوتس بتاعتها زهرة لوز، مش بقول لكم فيها ريحة لوز، زهرة لوز، سوسن بيضاء، وفانيلا مخفوقة. مش قلت لكم برضو فيها فانيلا؟ انا كده في الروايح. المهم، كل يوم في الحياة فيه لحظات سحرية لا تنسى، عاش اللحظة مع هذا العطر المليء بالعجائب. اخر حاجة جبتها بقى اسمها جاردينيا فريش رين. دي شكلها، هي مش فريش رين خالص، هي مش حاساها ريحة مطر، انا حاسة ان ريحتها فواكه، يعني ريحة تفاح مثلا، على ريحة ليمون، على ريحة ورد، على ريحة زرع. مش عارفة هي ريحة كده ايه، هي ميكس ما بين حاجات خضرة كتير، وتحس في نفس الوقت ان هي صيفية، فانا مش عارفة هي ازاي صيفية وكاتبين عليها جاردينيا فريش رين. وبس، ودي كل الحاجات اللي انا جبتها من باث اند بادي وركس. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو دون، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.